النهارده هوريكم كل الوصفات اللي عملتها لرمضان، الكنافه والقطايف، وكمان عملت الرقاق الطري. كل ده هتلاقوه داخل الفيديو عندي في اليوتيوب ان شاء الله. هتلاقوا كل الوصفات. النهارده هعمل معاكم بقى عيش الصايمين اللي كل بيت مصري بيحبه على السحور. هتعمليه في منتهى البساطه، وكمان مش هتشتريه تاني من الافران خالص. هتعمليه وهتحضريه للسحور وهتاكليه بألف هنا. اول حاجه هحضر معايا كيلو دي، هحط عليه معلقه خميره فوريه ومعلقه سكر ورشه ملح. هقلب المكونات الجافه دي كده كلها مع بعضيها، وهبدا انزل بكوبايتين ميه دافيين على العجينه. الكيلو دي هياخد معايا كوبايتين، وطبعا كل دي بيختلف عن نوع والتاني زي ما قلنا قبل كده في كل الفيديوهات. فهتحطي الميه حبه بحبه. بعد كده المكون السحري بقى اللي عندي اللي هيخليه هشه من جوه وطريه، هي معلقه الزبده الكبيره او 3 مكعبات زبده. وممكن تستبدلي الزبده ديت بزيت طبعا. لو ما عندكيش الزبده تستبدليها بزيت وهتطلع نتيجتها نفس نتيجه الزبده. بس الزبده بتديها كده طراوه وبتديها هشاشه كده للعجينه، وبتخلي ملمسها ناعم وطري جدا. والزيت برضو لو ما عندكيش زي ما قلت زبده استبدليها بالزيت زي ما قلنا دلوقتي في الفيديو. كده ده كان قوام العجينة لمدة 10 دقايق في العجان او على ايدك. هتعجنيها هتطلع معاكي زي الفل. هتبدأي كده بقى تغطيها بكيس نايلون، اهم حاجة الكيس النايلون دوت اللي بيخليها تختمر معاكي بسرعة. وهتحطي فوقيها فوطة مطبخ كده وتغطيها وتسيبيها على رخامة او داخل فرن البوتاجاز. بس طبعا هتكوني طافياها فرن البوتاجاز عشان تخمر معاكي بسرعة. ده كده كان التخمير بتاع العجينة، كانت جميلة جدا وسهلة وبسيطة وما فيهاش اي حاجة. ان شاء الله تقدري تعمليها وتقدري تخمريها وتشتغلي فيها بكل سهولة وتعمليها لسحور رمضان. بس هبدأ بقى اجيب كده بقى العجينة بتاعتي، انزلها على الرخامة واقطعها كده لنصين، وكل نص هجزأه كده لقطع. وكل قطعة هقطعها كده قد البرتقانية، يعني هخلي كل الكور بتاعة العجينة كلها مقاس واحد، تبقى قد مقاس البرتقانية بالظبط. طبعا لو مش هتعرفي تقسميها بالطريقه دي، لو عندك طبعا ميزان هتحطيها عليها وتكوريها كلها تبقى مقاس واحد. هكور اول كوره وهحطها كده في الصاج على طول، عشان هوريكي المرحله اللي بعد كده هشتغل فيها ازاي. هي كلها سهله وما فيهاش اي حاجه، تقدري تشتغلي بيها. وكمان من غير يعني مش هتاخد معاكي مجهود، هي ساعه بالظبط وهتكون خالصه معاكي العجينه بالتخمير بتسويته بكل حاجه. طبعا هنزلها كده بقى في الصاج زي ما انتم شايفين، وهبدأ كده هسيبها بقى ايه ترتاح معايا عقبال ما اخلص الصاج التاني. هتعمل معايا 3 صاجات، يعني عملت معايا كمية حلوة جدا للسحور. بس دي كده كانت الكور بتاعتي، وهبدأ كده ابططها بقى كده وهي في قلب الصاج. هسويها كلها تبقى مقاس واحد. لو عايزة طبعا بقى تعملي الكورة اكبر من كده حسب مقاس الصاجات عندك، عشان الصاجات تاخد معاكي العيش بتاعك مرتاح. بس هنزلها كده. والمكون ده احلى مكون هتشتغلي بيه بكل سهوله، هي ميه وسكر هتدهني بيها الوش عشان تديكي الاحمرار بتاع الوش بتاع العيش. طبعا ممكن تدهنيها بحليب او ممكن تدهنيها بزبده، هتديكي برضو نفس اللون. بس احنا بنحب نستسهل اللي احنا نعمل الحاجات اللي تبقى على قد ايد كل حد في البيت. هي ميه، معلقه سكر ومعلقه ميه كده ومعلقتين ميه، وقلبيهم مع بعض ودهنيهم كده زي ما انت شفتي. هتسيبيها تختمر معاكي لمده 10 دقايق، وبعد كده تدخليها الفرن وهتطلع معاكي في منتهى الجمال اللي انت شايفاه دوت. طبعا مفيش احلى ولا اسهل من العيش الصايمين في البيت. بدل ما تشتريه من بره، لا هتعمليه ومش هتكلفي نفسك اي حاجه في البيت. وكمان هتاكلي البيت كله بيه، وهتعملي كميه كبيره بكيلو دقيق. والف هنا وشفا، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، ويعود عليكم الايام كلها بخير وعلى الامه الاسلاميه كلها اجمعين. باي باي.